صفقة هتغير شكل السينما اللي احنا عارفينها، وهتغير الصناعة كلها للأبد. عشان من كام يوم نسمع خبر يصدم الناس كلها، وهو ان نتفليكس هتستحوذ على ورنر بروس. الخبر اللي كان حديث كل الناس في هوليوود. ركز معايا عشان اقول لك ليه الخبر ده كل الناس اهتمت بيه، وانه اكبر من مجرد سينما. وهنتكلم دلوقتي عن تفاصيل الصفقه وكل الايجابيات والسلبيات اللي احنا منتظرينها. اول حاجه، نتفليكس غنيه عن التعريف طبعا، اكبر منصه بث حاليا ومعروفه بانتاجها الكبير والضخم. ورنر بروس طبعا غنيه عن التعريف برضه، هي شركه النوستالجيا بتاعتنا، انتجت كل حاجه بنحبها، حاجات زي سلسله هاري بوتر، عالم دي سي كله تبع ورنر بروس. وكمان المنصه بتاعتها اللي هي اتش بي او واتش بي او ماكس انتجوا الحاجات اللي بنموت فيها برضه، جيم اوف ثرونز، سكسيشن. فيعني الشركه غنيه عن التعريف. استوديو بحجم ورنر بروس والتاريخ الكبير اللي عمله في السينما، طبيعي جدا الخبر ده يكون اول خبر عالميا حاليا، اللي هو ان نتفليكس هتشتري ورنر بروس. عشان كده هيكون امبراطوريه محتوى ضخمه، هيبقى مكانها واحد بس وهو نتفليكس. نيجي بقى لتفاصيل الصفقه. المفروض ان نتفليكس هتستحوذ على ورنر بروس بمبلغ ضخم طبعا، واللي هو 82.7 مليار دولار. هتستحوذ عليه، هتستحوذ على مكتبه الافلام كلها وكل استوديوهات ورنر بروس. بس في شويه قنوات بره الصفقه دي. طبعا اي حاجه في الدنيا ليها ايجابيات وسلبيات، ودلوقتي هنبدا بالايجابيات. احنا كمتفرجين ومحبين للسينما والمسلسلات، كل حاجه بنحبها سواء قديمه او اي حاجه لسه جديده هتتعمل، كلها هيبقى ليها مكان واحد بس اللي هو نتفليكس. تاني ايجابيه ان نتفليكس اكيد هتصرف فلوس كبيره قوي على الانتاج، وانتاجها هيبقى اضخم، وهتكسب من ورا الكلام ده ملايين بسبب التوزيع. انا شخصيا بقى مش مع الايجابيات دي بصراحه. عشان خلينا ننقل للخطوه الثانيه ونقول ايه هي السلبيات. اول سلبيه معانا وهي بكل وضوح كده ان السينما هتتهدد بشكل كبير قوي، وده هيحصل لان نتفليكس هتعتمد اكتر على البث الرقمي، وده هيفقد الافلام هيبتها الكلاسيكيه، يعني مش هنلاقيها في السينمات، هنلاقيها اكتر على المنصات. تاني سلبيه ودي مصيبه برضو، فكره الاحتكار نفسها، فكره ان تبقى الصناعه كلها ليها مكان واحد بس، ده هيخلي مفيش منافسه، وعشان مفيش منافسه طبيعي الجوده هتقل والكميه نفسها هتقل، والاكيد ان مش هيبقى فيه اي تنوع بالمنظر ده. ثالث سلبيه وبرده اللي هي واضحه جدا، اجندات نتفليكس. طبعا الموضوع هينتشر بشكل مبالغ فيه في كل حته، وده لان هم محتكرين الليله كلها، فكل حاجه بتاعتهم. والاكيد طبعا اللي مفيش فيه اي شك ان بعد الاحتكار ده الاشتراك بتاع نتفليكس هيتضاعف مثلا، حرفيا ما فيش غيرهم، فما قدامكش اي حل عشان تتفرج غير ان انت تشترك عندهم. كده يبقى خلصنا السلبيات. عايز بقى اقول لك حاجه مهمه جدا جدا جدا، الصفقه دي لغايه دلوقتي لسه ما تمتش رسميا. يعني اللي حصل ان نتفليكس اعلنت فعلا انها تستحوذ على ورنر بروس، واعلنت رقم الصفقه، بس الاكيد ان لسه في اجراءات كتير قوي، ولازم يحصل موافقات كتير جدا برضو عشان الصفقه دي تتم، عشان يتاكدوا ان مفيش اي احتكار للمحتوى. فبنلاقي مثلا ان وزاره العدل الامريكيه ومنظمه مكافحه الاحتكار، حاجات زي دول لازم يوافقوا الاول على الصفقه دي. ده غير ان في مجموعه كبيره جدا من صناع الافلام قدموا شكوى رسميه للكونجرس عن النتائج المترتبه عن الصفقه دي. وطبعا بالنسبه للكونجرس الموضوع هيبقى امن قومي، فيعني الصفقه لسه مطوله معانا شويه. رغم كل ده توقعي يعني الصفقه دي هتتم، بس هتاخد وقت لسه شويه، يعني على السنه الجايه مثلا هتتم بشكل رسمي. وبنلاقي برضو ان كريستوفر نولان طلب انه يقعد مع اداره نتفليكس. طبعا نولان هو رئيس نقابه المخرجين في امريكا، فليه كلمه كبيره، واحنا معرفتنا بنولان ان هو بيكره اصلا منصات البث الرقمي دي، وفسخ عقده قبل كده مع ورنر بروس نفسها عشان ما رضتش تعرض تنت في السينمات. هو مهتم بشغف الجمهور ان هم يتفرجوا على الفيلم جوه السينما. وبكده هكون نقلت لك كل الاخبار والاراء عن الصفقه دي. المهم دلوقتي هو رايك انت، هل شايف الصفقه دي هتتم فعلا؟ ولو تمت انت شايف دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ مستني رايكم في الكومنتات. وبكده يبقى خلصنا الحلقه. ما تنساش لايك، سبسكرايب على اليوتيوب، فولو على التيك توك، بص في الديسكريبشن هتلاقي البراند بتاعنا. كات سين ملوش منافسين. سلام.